سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم واحد الماسك اللي زوين بزاف، كيخلي البشره ناعمه ورطبه وكتلمع، وبمكونات مش متواجده عندنا غير في الدار. هاد الماسك كيتكون من زيوت: زيت الورد، زيت اللوز، زيت الخروع وحليب نيدو. اول حاجه كناخذوا حليب نيدو، انا دايره في هاد القرعه ديال الكريم. كناخذوا معلقه ديال الحليب نيدو، كنضيفوا ليها زيت اللوز. المهم كنضيفوا الزيوت كاملين اللي قلت لكم: زيت الورد، زيت الخروع، زيت اللوز. كنخلطوا هاد المكونات كاملين، كنضيفوا ليهم واحد القطرات ديال الماء دافي، وكنحصلوا على واحد الخليط اللي هو كريمي. من بعد كنديروه للوجه ديالنا وكنخليوه لمده ديال 20 دقيقه. خصكم تعرفوا البنات ان هذا الماسك راه واعر للوجه، خطير، كيرطب البشره، كيعطيها واحد النعومه واحد الاشراقه، ومع المده كيفتح لنا اللون. غادي تجربوه وغتلاحظوا. المهم كيف ما قلت لكم، غادي تخليوه لمده ديال 20 دقيقه، وكنستعملوه 2 المرات في الاسبوع. مجرد ما غادي تستعملوه غادي تلاحظوا الفرق. شفتوا انا كنبارطاجي معكم وصفات اللي هما ساهلين وكيعطيو النتيجه اللي هي زوينه. نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وجربوه، ردوا لي في التعاليق، قولوا لي النتيجه كي جاتكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم بحول الله. وما تنسوش البنات ديروا لي متابعه ولايك الفيديو، وبارطاجيو مع الناس اللي كيبغيو بحال هاد الوصفات اللي كيكونوا ساهلين. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم بحول